مني متأكد هو هذا المكان؟ هنا وراح تقعدني على القاع همينة؟ بكل هاي الأماكن يعني مشيت بس هذا المكان يعني؟ ما تقول ليش بيك يا أخي؟ تظل هيك تدردم يعني وكأنه ولا مرة ما قاعد بحياتك على القاع. تعال اقعد وخلنا نخلص فيديو خلنا ارجع على البيت، ترى ولا باردة يا معود ما اعرف انت والله ايش بيك. تفضل تفضل اجا الثاني. بعدكم تحركوا عن القعدة؟ يا والله حد يقعد. خلى قعداي خلى خلص فيديو احسن. يا الله يا الله. اوكي خلينا نبلش المقطع، خلينا نكمله. اوكي. اقول لك يقولون انت مشوه من هيك ما تطلع وجهك. صدق؟ اوكي صدق؟ صدق انت مشوه من هيك ما تطلع وجهك؟ اقول لك يقولون شنو انت بنيه ما تطلع وجهك؟ ليش ما تطلع وجهك؟ ليش ما تطلع وجهك؟ يعني اليوم انتم ما ناويين تخلوني اخلص المقطع اليوم؟ هسه قبل شوية شروا هذولاك، هسه انتوا الاثنين خلونا نخلص المقطع. يعني هو مليون كان واحد والظرف قلبنا، هسه صاروا مليون يا ولد. اوكي ريد بول يا ولد، شركة ريد بول، الايميل مالتي موجود بالوصف فتواصلوا وياي ماشي؟ اوكي شباب، طبعا بهذا الفيديو راح تشوفون لقطات مختلفة لان هذا الفيديو عبارة عن تصوير يومين. البارحة اضطرينا انه نقفل تصوير ونرجع البيت لان الجو كان كلش بارد، فاليوم دقينا على مليون ما خلينا ينشر مقطع، فمليون اجى وياي والله وما قصر لان والله دا يساعدني لان الفيديو والله كلش يتعب لان كاميرتين وشغل يومين يعني ما اعرف ايش قد راح اطول بيه بالمونتاج، فلايك صغير من ايدك راح يساعدني وراح اقدر هذا الشيء، فخليكم من المقطع. السلام عليكم شباب بنات، اتمنى الكل يكون بخير. رجعنا لكم في فيديو وياكم اكس. طبعا هاي المقدمه اللي معودتكم عليها من تسمعوها اكون اني باللوبي، لكن اليوم اني باللوبي مختلف بين الاشجار، طالع من اجواء البيت شويه نغير جو لان اليوم الفيديو مختلف والفيديو مميز. فطلبت منكم انه تسالوني اسئله على الانستا اللي ما يعرف، والاسئله اللي جتني كانت كلش هوايه، شكرا زين كل واحد شارك بهاي الفقره. فالفيديو ايش قد راح يطول ما اعرف بالضبط، فراح اجاوب على اسئله هوايه. لا تنسوا تدعمون المقطع باللايك، واللي ما مشترك خليه يشترك، وبدون اي تاخير خلينا نطرق الاسئله. طبعا اسئله هوايه تكررت ومنها اسمك، الفيس كام، مواليدك ايش قد عمرك، ومن وين انت وين عايش هسه حاليا، وتحصيلك الدراسي. هسه حاليا راح اتطرق على عمري وايش قد مواليدي. الاسم والفيس كام راح اتطرق عليهم باخر الفيديو. هسه حاليا خل احكي لكم ليش فيديو اليوم مميز وليش اختاريت هذا اليوم. بالايام القادمه اكو يوم كلش مميز بالنسبه لي اللي هو 1/1. هسه راح تقولوا لي اكس 1/1 ورا السنه اكيد يوم مميز بالنسبه للكل، صح ولا لا؟ لكن لا، 1/1 هو صح راس السنه لكن همينه عيد ميلادي. فبوقت نشر هذا الفيديو ورا يومين 1/1/2021 راح يكون عيد ميلادي، واني مواليدي 1/1/1996، يعني بيوم 1/1/2021 راح يصير عمري 25 سنه. فمن هيجي اليوم كلش مميز بالنسبه لي، هم من راس سنه وهم من عيد ميلادي. هسه خلينا نطرق اني من وين. اني من بلد العراق، محافظه نينوى، مدينه الموصل. وين عايش هسه اني هسه عايش حاليا بتركيا. تحصيلك الدراسي، تحصيل الدراسي سادس علمي كملته لكن ما كملت على الكليه. طبعا اكس عندك سؤال يقول لك كنت تتوقع انه تصير من المشاهير؟ طبعا ما اعتبر نفسي مشهور لان دائما احاول اكون قريب من الناس، واذا لاحظتوا اني بالبث دائما اقرا تعليقاتهم، بالنسبه هم اجاوب على رسائلهم، فما اعرف شنو الفرق بين الشخص المشهور والشخص العادي. اكو سؤال يقول ليش اخترت اسم اكس؟ اوكي الاسم اكس هو يرمز لهواية شغلات، ورمز واحد منهم طبعا اللي يذكر انا من كنت العب ويا مليون كنت العب بحساب اسم مخفي، فمليون دائما كان يصيح لي اكس او مستر اكس اكس، فاكس بالرياضيات هو يرمز الشخص المخفي، فمن هيك مشينا على هذا المنوال. والاكس بالرياضيات اللي ما يعرف يرمز الى القيم مجهوله، فعجبني كلش هذا الاسم واستمرت به. اكو سؤال يقول لك تحب مليون لو فيكتور؟ شباب مليون طبعا واقف ورا الكاميرا فما اقدر احكي. يقول لك شنو مكمل دراسه؟ الدراسه سادس علمي، ما قدرت اكمل دراسه لكن ان شاء الله بالمستقبل راح اكمل دراسه، وانا ما انصح اي واحد يترك الدراسه لان اهم شيء الدراسه. اكو سؤال يقول لك هوايتك المفضله غير الالعاب؟
المونتاج انا طبعا قبل يوتيوب كنت هم امنتج حب المونتاج يعني. كلش والله. منو اكثر شخص ساعدك بحياتك علمك بعد امك وابوك ربي يحفظهم؟ والله الوقت. ها؟ انا شباب شباب طبعا الحياة علمتني هواي شغلات من ورا امي وابويا، خاصة من اشتغلت وطلعت خارج العراق. اكو سؤال يقول لك اكس تحب الحمام؟ تفضل. 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 يا اخوي والله ما ادري يعني، ترى ما يصير هيك ما اخواني. يصير هذا الكلام اخواني. يا تفضل. اخوان ترى ماكو احد ما يحب الحمام يعني. يعني انت تسمع بالحمام، ليش تحب الحمام؟ اسمح يا ولد. هذا سؤال هذا. ترى ما يصير هيك اخواني. ليش تحب الحمام؟ الحمام اصلا ليش تحبه؟ انت مثلا تفوت. اوه المطار. بارك الله فيك. اكو سؤال يقول لك شكرا زينا على جمال المحتوى اللي تقدمه، بودي انا اعرف عائلتك والديك على قيد الحياة. اي الحمد لله يا اخوان، والله يخلي لكم ابوكم وامهاتكم انتمين. الله يحفظهم لك. اكو سؤال يقول لك تعرف تسوق سيارة، واذا تعرف شنو سيارتك ويا سيارة تتمنى يكون عندك؟ اوكي، انا اعرف اسوق سيارة، والسيارة اللي كان عندنا بالبيت كانت بيك اب بالضبط دير، اعتقد كانت موديل 2009 و 2010. وعملت شنو تقلب بيها؟ لا شباب سياقتي والله كانت كلش زينة، بس ابدا عكس الببجي، ما ادري ليش ببجي هيجي. يعني بوبجي سمعتك خربان. هي عكس الببجي سياقتي بالحياة الواقعية. زين يقول لك شنو السيارة اللي تتمنى يكون عندك؟ كوب، هي كوب جاكوار اف 6. خلينا صورتها على المونتاج. شنو حالتك العاطفية؟ متزوج، سنجل، مرتبط؟ سنجل نقاع. سنجل للنقاء يعني حديقة. حديقة يعني حديقة يابسة. ما هو عملك الخاص عدا اليوتيوب؟ عملي الخاص على اليوتيوب ستريمر. والله عبالي راح تقول سياق مخدة. اي يقول اريد افتح قناة العاب، شنو تنصحني؟ كون مختلف يا اخي، هسه وقتك. كون مختلف، سوي لك شيء مختلف عن الكل، يعني خلي لونك يكون مختلف عن الكل. شنو طموحك بالحياة؟ طموحي بس اعيش بسعادة وامان فقط لا اكثر. الحمد لله والشكر بفضل الله بفضل ناس طيبة. الهدف اللي كنت مخليه 2020 تجاوزته واكثر، اللي كان توصل القناة الى 1,000,000 اخ واخت. فهدفي الجاي سنة 2021 اللي مخليه هو وصول القناة ل2,000,000 اخ واخت. فاذا انت جاي تشاهد هذا المقطع مو مشترك بالقناة، اتمنى منك تشترك اذا تحب تساعدني على مود اوصل لهذا الهدف باقرب وقت. وشكرا زين لك. شلون تعرفت على مليون ومنو افضل لعبة بالبوبجي؟ شباب طبعا مليون ما اقدر احكي عليه هسه حاليا، لكن شلون تعرفت على مليون؟ طبعا مليون متطرق لهذا الشيء بالفيديو التعريف مالته، لكن ما ذاكر انه اكو صلة قرابة بيننا. يب بالضبط اكو صلة قرابة بيني وبين مليون، والله انا ما احس بهذا الشيء. مليون اعتبره صديق، يعني صديق كلش قريب لي، ومو لان هسه واقف ورا الكاميرا ويدي يهدني، لا والله، لكن ما اعتبره كقرايب، لا اعتبره اكثر من صديق. حبيبي دمعت عيوني والله. اكثر لون تحبه شنو هو؟ احبك من الديوانية. حبيبي اكثر لون احبه والله من كنت صغير كنت احب الاصفر، ما ادري ليش، يمكن لان الشمس لونها اصفر، يعني هسه الشمس لو كان لونها غير اصفر يمكن كنت حاب هذاك اللون، ما ادري ليش. لكن انت من كنت صغير عبوح. ترسم الشمس شنو كان لونها؟ هي انا مشكله تدري، الاشعه مالتها كنت ارسمها برتقالي لو احمر، واحد منهم. انت همين من النوع اللي كان يرسم طيور على شكل حرف ام؟ هي حرف ام لو همزه كانت، وخاصه البيت اللي كان بشابيك بدون برده. يا اخي انا كنت ارسم هاي الجبال وشمس بالزاويه وطيور، وهذا النهر كبير هيك ينزل. هاي الشمس اللي بين الجبال. اي بالضبط والله بالضبط. معذبينه والله. المشكله اني كنت اصرف نص ساعه بالرسم ويجي مدرس الفنيه يخلي 9 من 10. يا اخي ليش والله ما ادري. يلا احسن من صفر. عبرها. لو قررت تلعب اي لعبه مع ببجي حتلعب لعبه ايه؟ والله اخي ما فهمت السؤال. شنو؟ غلس. ما فهمت السؤال. ليش ما تفنش مليون بالنت؟ ببلاش؟ ببلاش يا ولد.
ببلاش شباب كل شيء بحقه. كل شيء بحقه. تعالوا على البث يا ولد، تعالوا على البث، تعالوا على البث ماشي ولعيونكم نوك فينش. انت اللي كنت تلعب مع مليون لما كان يلعب على الجوال وكنت خاف اسمك؟ طرقت على هذا السؤال. اليوم فعلت هاك؟ انا بفعل هاك، لكن تدري في الالعاب اللي تكون اوف لاين يعني بدون انترنت، يعني ما اخرب على غيري، ما اخرب اللعبه على غيري، فهمت علي شلون؟ من اي سيزون تلعب؟ اول ما نزلت اللعبه ثاني يوم لعبتها اني. اي من يوم. شنو اسعد لحظه مرت عليك بحياتك؟ اسعد ها؟ حتى اكس استغرب من هذا السؤال لانه ما عنده اسعد لحظه. لا والله اسعد شنو اسعد لحظه. اسعد لحظه والله، اسعد لحظه من فتحت القناه. تتذكر من يوم فتحت القناه وكنا بنص البث ماشي، واني ما كان عندي جهاز ثاني على مود اشيك القناه، ما كان عندي جهاز ثاني على مود اشيك القناه، ومليون شيك القناه من مكاني، وقال لي اكس وصلت 700,000 مشترك. تتذكر؟ صح 700,000 مشترك يمكن باول يوم او اول يومين يعني. صح. اني كنت بنص البث وما كنت ابث بوقتها يا اخي. انصدمت يعني. حتى اتذكر وقتها طلعت من اللعبه وعلى مود اشيك القناه. الله يجزاك اكثر. حياتك مرتاح بيها لو لا؟ يعني هو مو كل يوم تكون شمس والقوس قزح يكون باخر السماء، لا اكيد يعني الواحد يمر بايام ما تكون حلوه وبايام حلوه، فالحياه هيجي. لكن اكيد يا شباب ما كل اللي يستمر، اكيد راح يطلع يوم حلو ورا. اكس ما ادري اذا راح تطلع هاي الاصوات مال السيارات والش اسمه. والله انا ما ادري. اوكي فانت عدلها بالمونتاج. هو شلون راح اعدلها شلون؟ هسه اكو سؤال، شنو الفرق اللي حسيت فيه من كنت مجرد داعم للمين روزز خلينا نقول وهسه عندك متابعين لحالك؟ والله يعني انا حاليا كلش سعيد لان دا اقدم محتوى يسعد الناس، و دا اقدم فيديوهات باليوتيوب كلش الناس تستمتع بيهم. منو من اليوتيوبرز تتابع عدا مليون؟ طبعا اي ومنو تتمنى تلعب وياه بتيم واحد؟ اتمنى ترد. من يسدادانك. يوتيوبر اتابعه طبعا. اكو يوتيوبر كنت اتابعه قبل لا افتح قناه وقبل لا ابث وليها الثاني، اللي هو احمد البياتي. اتابعه وكلش احترمه لان الولد يستاهل ودي يقدم محتوى حلو اذا كان عن بثوث او فيديوهات. تحياتنا له. طبعا تحياتي لاحمد البياتي وسكوادا، واذا الله راد راح يجمعنا جيم. تحب الباميه؟ طبعا يا شباب ما اقدر احكي على كل لان امي يمكن راح تشاهد المقطع، فاذا رمش يعني عفوا. شنو تريدون تبقون اكس بالنكل؟ هوايتك المفضله؟ هوايتي المفضله والله كنت احب كرة السله بالمدرسه، لكن الطو ما كان عندنا المدرسه، او يمكن المدرس ما كان ينطينا اياها. شنو اسم الجهاز اللي تستعمله؟ الجهاز اللي يستعمله هو ايباد 12.9 موديل 2018، وراح اخلي مواصفاته بوصف هذا الفيديو لان اكتبهم كتابة احسن. اوكي يا شباب، مثل ما ذكرت البارحه ما قدرنا نكمل كل الاسئله، فاليوم راجعين وياكم على ما نكمل الاسئله. اكو سؤال اي يقول لك ليش لما تفوز الجيم تشمر حارقه او مولوتوف؟ اوكي، هاي من وراء تحديث الببجي صراحه. انا ما كنت اسوي هاي الشغله، فتسوي هيجي ماشي. فهاي الحركه هي لا حركه ايموت ولا حركه بالنيد ولا حركه سموك، لا بالمولي بس. فمن هذاك الوقت لي هسه انا مسوي بالبيك اب واحد مولي، اذا ما استعمل بالجيم استعمله على مليون نهايه الجيم. يقول هم مليون وراني يعطوك من البثوث مالتهم فلوس، اللهم اني لا حسد، الله يوفقك. اوكي طبعا موضوع الفلوس، موضوع الفلوس ما احب اتطرق له، فالجواب هو لا. حتى اللي يسوون هذا الشيء وياي انه مثلا يقولوا لي راح نعطيك فلوس على ما تلعب ويانا، ما راح اقول هذا الشيء. السؤال يقول ليش ما تنزل فيديو شرح اعدادات للتحكم الخاص بك؟ طبعا فيديو الاعدادات عن قريب ان شاء الله راح انزله، فاشترك بالقناه وفعل الجرس على مود لا يفوتك المقطع. تحصيلك الدراسي وهل كنت شاطر لو لا؟ التحصيل الدراسي ذكرت هذا الشيء، سادس علمي تقدر تعتبر انا كنت شاطر لان ما رسبت ولا سنه. اكس شنو الحافز اللي خلاك تفتح قناه او شجعك غير مليون؟ والله خل اكون صريح وياكم، محبه الناس، لان شفت هوايه ناس طلبوا مني هذا الشيء. تيك 3 والله ما ادري يا تيك هاي على كله. شنو اكلتك المفضله؟ اوكي الاكله المفضل عندي ذاكر هذا الشيء مره واحده بس، اللي اسمها بالعراقي مقلوبي. قلقلوها بالجوجل بعد انت. هل ساكنين انت ومليون بنفس الدوله؟ قريبين على بعض؟ تحياتي لكم واحبكم.
اعتقد هذا الفيديو جواب لحضرتك. اذا رحت للموصل اي مكان تنصحني انه اروح عليه؟ انصحك بالغابات. اسم المنطقة غابات الموصل. قلقلوها هاي همين. اول جيم لعبته بالببجي كان بالموبايل ولا ايباد؟ ونوعه؟ ومتى حولت على الايباد ومن اوله الى اخره ايباد حاليا؟ اول مرة لعبت ايباد كانت اول مرة لعبت ببجي مو ايباد، هي اصلا كان بالايباد لان تليفوني ما كان يساعد يشغل اللعبة. فمن هذاك الوقت لهسه انا ما مجرب التليفون ولا جيروسكوب يمكن مرة واحدة بالايباد ما جت عدله فعفتها. تقدر تلعب بالتليفون ولا شنو؟ البعرات راح تصير في اثنين. ليش؟ اول جهاز اشتريته كان سيجا لو بلاي 1 ولا لو غير شيء؟ اول جهاز اشتريته كان اسمه مايكرو. والله اتذكر ماريو كانت بيه، اتذكر كرة السلة، اتذكر هاي الالعاب الرياضية، وبالاخص لعبة صيد الطيور. هاي مال يكون عندك مسدس وتأشر على التلفزيون. والله ما كنت اخذ مسدس واطبقه بنص التلفزيون ما كنت الوحه ويطلع هذا الشيء بيضحك علي. تتذكر مني هذه اللعبة؟ واحد يقول لك ما عندي سؤال بس حطوا لايك. يا ولد سمعتوا بعد لايك على المقطع. اوكي اكو سؤال لك يقول او تقول اي ليش احنا نحبك؟ وثاني شيء شلونك ويا التقييم؟ مو تقييم يا تقييم. تقويم. احبك. ليش تحبوني؟ نعمة من رب العالمين، واعتقد انا هم لان احبكم هوايه. وشلوني ويا التقويم والله اول شهر خليته اللي كان الشهر الماضي. اول 10 ايام كانت اسوء ايام بي، وهسه من سويت جلسه ثانيه اسوء ايام كانت بي 3 ايام، لكن حاليا كلش تمام. لي هسه ماكو اي وجع او اي شيء. تتابع انمي او افلام ومسلسلات؟ يا ولد الانمي مو افلام كرتون. الانمي اذا تقول افلام كرتون يطلع لك 7 ملايين شخص يدوس ببطنك. انا همي والله يعني مره واحده سويتها وما انصحكم تسويها يا ولد، مو افلام كرتون. اوكي اول شيء اجاوب على الافلام والمسلسلات. المسلسلات ابد، الافلام هوايه لان هو هذا الشيء اللي يساعدني بالانجليزي وتقويه لغه انجليزيه، لان من اشاهد فيلم انجليزي اخلي يترجم هم انجليزيه مو عربيه. هذا حال كل العراقيين، اذا تساله شلون تعلمت انجليزي يقول لك من الافلام. لا والله شباب، المدرسه فقط قوانين تعلمت منها، لكن الكلمات الانجليزيه ولفظها وكتابتها كلها من الالعاب والالعاب، الافلام والالعاب. شنو الالعاب؟ وبالنسبه للانمي ابدا ما متابع، لان من اجي اتابع اشوف الحلقات بالالف والله ما عندي وقت على مود اشاهد هيجي سلسله، خلينا نقول هيجي حلقات. لكن لاعب اتاك اون تايتنز الجزء الاول بس، وصراحه كلش يعجبني، خاصه شخصيه ليفاي. من يصفني يا ولد؟ لا مو اكو اسئله البارحه جاوبناها. حبيبي اكس، ايش هو فريقك المفضل لكرة القدم؟ ما اتابع كرة قدم للاسف، ولا كنت مجاوب على هذا السؤال؟ احسن لك والله. اكو سؤال يقول منطقة بالموصل انت تحبها سواء مريت بيها او سمعت بيها؟ منطقة بالموصل احبها الغابات، لان دائما كنا نطلع سفرات عليها. اكو سؤال غريب تقول لك. اوكي يابا شنو هاي؟ ملي شباب والله مليون دا يلاحظ على هالشغلات. يوزرات كلها يمي يا ولد، اي واحد يريد يوزر. هل اصبعك مقطوع الهيك بتلعب الدوج فوق؟ هاي الدوج هاي مال لا يا ولدي دايم عود دوج هاي مال حرق. اي اعرف الاصابع 10 والله. خليت شيء كان يمي شيك عوده غفور ضايع منه. زين ليش مخلي دوج فوق؟ اقول شفت سؤال من يقول ليش مخلي مال حركه فوق؟ مال حركه فوق والله مره واحد كتب لي اياها بالتعليقات مال البث وجربتها وعجبتني، لكن بيها يعني شغله واحده ما تعجبني، من تنزل بالمظله اللاعب مالتك يرجع لي ورا، لكن الاصابع مالتي 10 يا ولد، ما اعتقد ناسي واحد بالبيت. اي اكس بارده والله حيل بارده. وصلنا لنهايه الاسئله. اوكي الاسئله الباقيه كلها متكرره تقريبا. جاوبناها. اي باقي السؤال الاهم اللي لازم تجاوبه، اللي قلت انه راح اجاوب بنهايه المقطع. ايه شو وقت الفيس كام وشنو اسمك؟ وليش ما تطلع فيس كام؟ ليش ما تطلع فيس كام اول شيء؟ اوكي ليش ما اطلع فيس كام؟ احكي لكم سالفه ابدا ما ذاكرها قبل. انا طبعا قبل يوتيوب كنت اتابع هم يوتيوبريه ثانيين، فاليوتيوبريه اللي كنت اتابعهم واللي كنت احبهم
همين كانت شخصيتهم يعني مجهوله خلينا نقول، وهمين ما كان عندهم فيس كام، فاني صرت الهام منهم. صوتهم كان موجود بالفيديو لكن التركيز كله كان على الجيم بلاي، على المقطع. فهل ما راح اطلع فيس كام للابد؟ الجواب هو لا، راح يجي يوم راح اطلع بيه فيس كام، واسمي همين نفس الشيء. طبعا ما عندي اي مشكله او اي سبب انه ما دا اطلع فيس كام او اسمي، لكن شفتهم هذول الناس نجحوا بهاي الطريقه، فانا هم دا اجرب حظي في هذا الشيء. اوكي اكس، خلصت الاسئله؟ اي جاوبناها كلها. اوكي الحمد لله يا اخي. متنا برد. اي هاي مرتين مرتين. ان شاء الله باكر خبرني وقول لي مليون ما خلصت المقطع. لا مو هيك، مليون نسينا كم سؤال. تعال خلينا نروح مره ثانيه، ساعه طريق روحه ساعه جايه. انا اعلمك شباب تشوفون التهديدات يا مليون يعني علنيه، يعني الكاميرا ديجيتال. اوكي يا شباب، وصلنا نهايه المقطع. شكرا زين كل واحد بقى ويانا لهاللحظه لهسه. طبعا مثل ما لاحظتوا ان المقطع ما بي جيم بلاي، بس كنت اني قاعد هنا ودا احكي. فان شاء الله الجيم بلاي بالايام الجايه. واريد اقول لكم كل عام وانتم بالف خير، يا رب تكون سنه خير علينا وعليكم، والتوفيق للجميع ان شاء الله. الله يحفظكم جميعا، والله لا يحرمني منكم. كتبوا لي جوا بالتعليقات شنو رايكم بهذا المقطع، لان اول مره بدي انشر هيك شيء، فراح احاول اقرا جميع التعليقات وراح انطي قلوب الجميع ان شاء الله. فبوقت نشر هذا المقطع راح يكون اكو لوجو جديد على القناه اللي هو هذا حاليا. شكرا زين جميع، الله يسعدكم، واشوفكم ان شاء الله بالسنه الجايه. تشاو وياكم اكس، مع السلامه. ليش ما طلع وجهك؟ يا اخي اصلا نسيت شو لازم اقول. الله يبين والله خايف. فبالنسبه للفيس كام، هل ما راح اطلع فيس كام للابد؟ الجواب هو لا. فيس كام ايش اسوي؟ لا مليون لا. لا يا ولد، لا مو هيجي، ما اتفقنا هيجي ولد. هاي اللقطه يمكن راح احذفها بالمونتاج. فضيحه مستر اكس. لا مليون، مني ايش اسوي؟ فضيحه مستر اكس. مني ايش اسوي؟ لا مليون. فضيحه مستر شباب اكس. بدي ارقص فيكتور، تشوفون؟ شباب ايش قد تنطوني على مود اشوفكم وجه مليون؟ شباب شوفوا مستر اكس. شباب مستر اكس. من يعوفوا بك تحسب فيكتور. شباب اكتبوا لي جواب بالتعليقات، فض عرض حلو واحنا راح نتفاهم بيناتنا. راح افرد الكاميرا على مليون، ماشي؟ شو تريد تفر يعني؟ شو تريد تفر؟ انت هسه مو فرد الكاميرا علي؟ فريت الكاميرا علي، هي جبت راسك يعني. حتى الاضاءه مو قويه. هسه ايش راح تسوي؟ راح تعلي الاضاءه؟ ما ندري. ما ندري. مقتنع انت مليون. لا مليون. فيس كام يا ولد. زين ليش سمين؟ على الاقل اختار هذا ضعيف. مالتك انا ايش علي؟ ماشي ولد. فشكرا زين جميع، شكرا كل واحد بقى ويانا لهاللحظه، وشكرا كل واحد شارك ويانا. اكس ليش تقول بس يا ولد؟ شباب بنات، ماشي شباب بنات، خلينا نتفق على هاي الشغله. شباب بنات شكرا زين جميع، وكل واحد شارك ويانا بهذا الطريق غلسوا على مليون. ماشي شكرا زين كل واحد بقى ويانا من هذاك الوقت لهسه، من اول ما فتحت القناه لهسه، ودي يتابعني ودي يخلي لايكات على الفيديوهات، لان هذا الشيء كلش ساعدني. واشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جايه، وكل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله تكون سنه خير علينا وعليكم، وتكون سنه احسن من 2020، واتمنى لكم الصحه والسلام يا رب. تشاو وياكم اكس، احبكم هوايه من كل قلبي، واشوفكم بالايام الجايه. مع السلامه.